سلام البنات، مرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفات قناة إليان للطبخ. اليوم راح نديرو مع بعض حلوة الججلانية. هاد الحلوة قديمة ولكن ديما حاضرة معنا في الطاولات الجزائرية في الأعياد في المناسبات. يعني حلوة ما نستغناوش عليها، خاصة لمحبي الججلان. هاد الوصفة تجي بذوق الججلان وحلوة الترك والكاوكاو. تجي هايلة ومعسلة حتى للقلب. وصفة يعني ما شاء الله، وتقطع كمية كبيرة وبمقادير بسيطة ومضبوطة. قبل ما ننتقلوا إلى الوصفة تاعنا حبيباتي، حبيت يعني فضلا وليس أمرا أنه طلعوا لي لا فيديو بلي جيم إذا كان عجبتكم الوصفة. طبعا طلعوا لي لا فيديو بلي جيم هكذا باش تعم الفائدة، واعطوا لي آراءكم حول الوصفة في التعاليق، سواء سلبية أو إيجابية، هي آراء مقبولة. هنا فتحت حبة معكم باش تشوفوا يعني الشكل يعني من داخل كيفاش جات طرية ومعسلة حتى للقلب، وكذلك طريقة الطياب تاعها. فوالا شوفوا الشكل تاعها شحال طرية داخل ومعسلة. اذا راح ننتقل مع بعض للطريقة والمقادير اللي نسحقوها للوصفة تاعنا لنهار اليوم. فرجة ممتعة ان شاء الله. هنا في بول عندي 125 غرام مارغرين طرية، انا استعملت لابيل، مع 4 كاس زيت و4 كاس عسل عسيلة. هنا عندي هاد العطر الكراميل، يعني استخدمته فقط للون باش العجينة تاعي تجيها لون شوية بني. درت كمية قليلة فقط، سي بورصا استخدمت الموس. هنا عندي مغرفة لافاني وقرصة ملح. ضربت مليح هاد المكونات اولا، شوفوا اللون كيفاش راه يتغير. هذاك العطر اللي قلت لكم تاع الكراميل، هنا تقدروا تستغنوا عليه فقط للون، يعني سحقيته للون تاع الحلوى. نضربوا مليح هاد المكونات. نضيفوا حبة بيض، نزيدوا يعني نضربوهم. هنا عندي مغرفة ونص ججلان مرحي محمص ومرحي، لازم تحمصوه اولا وترحوه. كذلك 2 مغارف كاوكاو مرحي محمص ومرحي. نخلط هاد المكونات. هنا زدت قطرة من هذا العطر اللي قلت لكم عليه، يعني لاحظت انه اللون مازالوا فاتح، زدت قطرة هذا مكان. هنا زدت صفار بيض ونحيت البياض على جهة. درت زدت صفار بيضة، ودرت مغرفة تاع حلوة الترك. هنا البيضة الثانية اللي درتها يعني تقدروا تستغنوا عليها، برك انا كنت سحقيت البياض وما حبيتش نرمي الصفار ودرته في العجينة. نخلط مليح المكونات ونبدا نضيف في الفرينة، ندير كمية قليلة ونزيد يعني رشة قليلة من خميرة الحلويات، يعني على راس المغرفة الصغيرة. هذا مكان هكذا الحلوة تاعنا ما تنفخش بزاف وتبقى محافظة على الشكل تاعها، يعني رشة قليلة فقط باش تفتح معنا الحلوة من الداخل. هنا راني ندوب في حلوة الترك اللي درتها، يعني راني ندوب فيها بيدي. نبقى نضيف في الفرينة حتى تحصلوا على عجينة يعني طرية. هنا العجينة تاعكم خلوها شوية طرية، ما تيبسوهاش، من الأحسن تقعد لكم طرية. نبقى نضيف بالتدريج ونجمع بأصابع اليد. بالنسبة للفرينة يعني ما عطيتلكمش الحساب، فقط عينكم ميزانكم، كما قلت لكم العجينة لازم تقعد طرية. فوالا هذا هو القوام اللي لازم تحصل عليه، وهذه هي العجينة تاعي. هنا عندي ججلان، عندي هاد الطابع، وعندي ججلان يعني ججلان ابيض ما يكونش محمص. نحكم يعني كمية قليلة من العجين، حوالي كان كي وزنتهم
لقيتهم 30 غرام. نرمدهم في الدجلان. هنا بملاحظة إلا حبيتوا يعني تحصلوا على كمية مليحة من الدجلان وما تنحاش معكم كي نجو نعسلوها، الحبة تاعكم رمدوها في بياض البيض أولا ومن بعد في الدجلان. أنا يعني ما حبيتش يرفد لي بزاف الدجلان، رمدته مباشرة في الدجلان. نتوما إلا تقدروا ترمدوها في البياض البيض اللي نحيناه ومن بعد الدجلان ومن بعد نطبعوا ونتحصلوا على هذا الشكل. هذا هو الشكل بعد ما كملت كامل يعني العجينه تاعي. الفرن شعلته مسبقا باش يسخن. طيبت الحلوه تاعنا من التحت ومن الفوق غير بالعقل. نخلوها شويه بيضاء ما نحمروهاش مليح، لانه كي نعسلوها راح يتغير اللون تاعها. هنا عندي عسيله يعني خففتها بشويه ما زهر، والحلوه تاعنا وهي سخونه نعسلوها مباشره في العسيله تكون بارده. نخلوها مدة قصيرة في العسيلة ونقطروها ونحوها. وها هو الشكل النهائي للحلوة تاعنا لنهار اليوم. بعد ما زينتها. بالنسبة للتزيين كل وحدة تزين كيما تحب، يعني التزيين اختياري، كل وحدة تزين بالشي اللي موجود عندها في البيت. صدقوني تحصلت على حلوة الججلانية رائعة وطرية ومشربة حتى يعني للقلب. آه، راح نفتح وحدة قدامكم كالعادة باش تشوفوا يعني مصداقية هذه الوصفة وتشوفوها كيفاش جات من داخل. نتمنى انه الوصفة تاعنا لنهار اليوم تنال اعجابكم، واذا كان عجبتكم طلعوا لي لا فيديو بلي جيم وخلوا لي ارائكم في التعاليق، هكذا باش تعم الفائدة. والى اللقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله.